يوم العيد الصبح في اللي بيفطر رز وفراخ وفي اللي بيفطر كحك وشاي بلبن. هات كوباية الشاي وتعالى نلف البلاد العربية ونعرف أصل عاداتهم في العيد. عيد الفطر المبارك هو هدية جميلة من ربنا لينا بعد شهر من الصيام والعبادة، وكل بلد بتفرح بالهدية دي على حسب عاداتهم. في الخليج العربي وأولهم السعودية العيد بيبدأ بكوباية القهوة مع التمر، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيفطر بتمرات وتر قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، وبعدها بيبدأوا يلبسوا زيهم الرسمي الجلباب الأبيض والشماغ الأحمر. وبعد الصلاة التجمع الأساسي بيكون في البيت الكبير اللي بيكون فيه كبير العيلة، وعلى العصر أو تاني يوم بيخرجوا للأماكن المفتوحة والاستراحات عشان يذبحوا ويطبخوا ويتجمعوا كلهم بعيد عن زحمة البيت. وعادة الاستراحات دي أصلها جاي من روح القبيلة والحياة البدوية اللي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية. زمان كان الاحتفال بيتم في خيام كبيرة بتتجمع فيها كل بطون العيلة، ودلوقتي الاستراحات دي بقت هي البديل العصري للخيام عشان تفضل فكرة الاحتفال الجماعي للقبيلة أو العيلة الكبيرة موجودة بدل ما كل أسرة تحتفل لوحدها.